السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا من مطبخي المتواضع أتحدث من قناتي، وهي تقوم بمسمى مطبخ السعادة. وهنا كده نعمل كيك الرواني: 4 بيضات، معلقة خل، كيسين فانيليا، زي ما انتوا شايفين معايا كده الخطوات زي ما انتوا شايفينها معايا. هنا نص كوباية سكر بس، لاني كيك الرواني بيتسقيه شربات. هنا نص كوباية زيت زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا بقى ما كانش عندي لبن، اعطل نفسي ما اعملش حاجه حلوه لولادي، لا، حطيت كوبايه ميه عادي ومعلقتين جوز الهند. هنا كوبايتين دقيق. طبعا قسمت الكميه ازاي: كوبايه ونص دقيق عادي، ونص كوبايه دقيق سميد او دقيق بسبوسه. وهنا حطيت كيس بيكنج باودر زي ما انتوا شايفين. طبعا قلبت كل الحاجات الجافه مع بعضها، ودول اتضربوا في الخلاط اللي هي المواد السائلة مع السكر. وهنا بصوا الصينية بتاعتي دي انا دهناها زيت فقط. وهنا كده بصوا بصب الكيكة بتاعتي اللي هي كيك الرواني. اسهل واسرع حلو. وللناس اللي مبتعرفش تعمل بسبوسة، دي البسبوسة ما بتبقاش ناجحة. انجح حاجة معاهم الناس اللي مش عارفة تعمل بسبوسة او مش بتنجح معاهم، فممكن تعمل اللي هي كيك الرواني دي، اللي هي ايه، كيك عامل نفسه بسبوسة كده، او بسبوسة عاملة نفسها كيكة، يعني ايه، بتستعبط يعني. ولو وصلتوا لحد هنا معايا من الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. هنا كوباية ونص مية، وكوباية سكر على مية دافية كده معايا، حطيتها وقلبتها. وهنا كده خلاص كان غليت معايا غلوتين 3، حطيت لها كيس فانيليا. وهنا الكيك بتاعي كان محطوط على درجة حرارة 180، 35 دقيقة في الفرن. وكان الشربات بتاعي سخن جدا، والكيكة سخنة جدا عشان تتشرب. وهنا بصوا كده سقيت وشربت طبعا كل حاجة معايا. وطبعا هسقيها تاني دلوقتي لحد ما تشرب خالص. وهي بقى ايه، مترضاش تاخد شربات تاني كده، تبقى هي ايه، شبعت بقى من ايه، من شرباتها او العسل زي ما انتوا شايفين كده معايا. بصوا هي بصراحة كانت جميلة وخفيفة، وما حسناش ان هي ما كانش فيها لبن، لاني الشربات بيطريها زي بيعمل وظيفة اللبن بالظبط. فممكن في كيكة الرواني دي استغنى عن اللبن خالص. انا بصوا كنت بزينها بالحاجات اللي عندي. ايه هي الحاجات اللي عندي؟ عندي حبة جوز الهند، عملت خانات كده، وواحدة كريز اللي هي الكريز المسكر دي كده. يعني بصوا عملت ايه، شكل حلو، طعم حلو، بحاجات في بيتي مش مكلفاني بصراحة. وكنت لازم نعمل حاجة حلوة كده ايه عشان الولاد وكده زي ما انتوا عارفين. والجو شتا بيحب الحاجات المسكرة، او عامة الشتا بتحب الاكل بنت اللذينة، فبالهنا والشفا. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة. ويا رب تكونوا دايما في سعادة، ومن سعادة لسعادة لسعادة اكبر على قلوبكم يا رب. وهنا كده كانت بقى هي لسه سخنة على فكرة، وقطعتها وهي سخنة. بصوا يا جماعة ما شاء الله، كنت لازم عايزة اوريها لكم، لاني بصراحة ما كنتش فاضية ان ممكن اصور تاني، فاستغلت دي فرصة يعني. فهنا بصوا هي جميلة ازاي ومرملة. بصراحة كانت جميلة جدا جدا جدا. ولحد اخر قطعة فيها كانت طرية، وما حسيتش بان هي ما فيهاش لبن. وبألف هنا والشفا لكل اللي كل منها يا رب. وهنا بصوا بغرفها كده بكل حنية كده وبكل رفق. وخلي بالكوا انا رشيت زيت بس. وفي هذه اللحظة اقول لكم مع السلامة، وانتظروني في فيديو جديد.